الكشافة الإسلامية الجزائرية فوج المنار ببن سرور. الكشافة براءة شبل وابتسامة زهرة وحيوية متقدم وطموحات جوال، وهي أيضا أمل القائد. تأسس فوج المنار للكشافة الإسلامية الجزائرية بمدينة بن سرور عام 1963 على يد المجاهد علي بن عطية الأخذاري رحمة الله عليه، بأمر مباشر من العقيد محمد شعباني، حيث كان جل المنخرطين في الفوج آنذاك من طلبة الكتاتيب وحفظة القرآن الكريم بالمدينة. تناوب على قيادة الفوج بعد ذلك كل من محمد الصيلع وبالقاسم مرويني ومحمد صغير بن سرور. وكان لتأثير الكشافة الإسلامية في المدينة الأثر البالغ في تربية النشء وتكوين الشباب، ليصبح أشبال الفوج قادة له، أمثال السقاي بن قرون، عبد الرحمن غويني، وعبد الباسط بوخنيسة رحمه الله، وموسى ربيع، والطاهر عبد اللطيف وغيرهم. ورغم الإمكانيات المتواضعة في ذلك الوقت، إلا أنه كان لفوج المنار الفضل في إرساء قواعد الكشفية وروح الإخاء بين الشباب بنشاطاتهم الكشفية المختلفة التي ظلت نشطة إلى غاية عام 1998. ثم عاد الفوج إلى النشاط الرسمي أواخر عام 2008 بقيادة القائد الفذ بختي رشيد، واستطاع في فترة وجيزة إعادة الروح للكشافة الإسلامية الجزائرية بالمنطقة وجعلها في مصاف الجمعيات الرائدة والمؤثرة في البلدة، وذلك بالقيام بعديد النشاطات، كان أولها مسابقة لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة في شهر رمضان الفضيل عامي 2015 و2016 على التوالي، ثم مهرجان للطفولة في مارس 2018، تبعها معسكر كشفي دام 5 أيام بمنطقة مغنية تخللته نشاطات كشفية عديدة. تلا هذا المعسكر مخيم كشفي ناجح بمنطقة البازول بولاية جيجل لمدة 10 أيام. كما كان لفوج المنار نشاطات عديدة عن طريق إحياء المناسبات الوطنية كعيد أول نوفمبر وعيد الاستقلال والشباب ويوم الشهيد، وإحياء عيد المرأة وعيد النصر، وآخرها إقامة بيت للعزاء على روح فقيد الجزائر الفريق أحمد قايد صالح دام لمدة 3 أيام. كما احتفل كذلك بالمناسبات الدينية كيوم عاشوراء والمولد النبوي الشريف. كما قام فوج المنار بعدة حملات للتشجيع مست كل مؤسسات المدينة والحديقة العمومية، وكذا العديد من المبادرات الخيرية مثل تنظيم رحلات لفائدة الأيتام والمعوزين، وكذا تقديم يد العون لهذه الفئة. ورغم كل ما سبق، لا يزال فوج المنار محافظا على مبادئه ونشاطاته المعهودة في خدمة الكشافة الإسلامية الجزائرية.